مساء الخير، معاكم مروة صالح وشخصية مؤثرة جديدة. هنتكلم عن واحد من أعظم الفنانين الكوميديان في تاريخ السينما والمسرح المصري. اتعرف بخفة دمه وموهبته الاستثنائية. شارلي شابلن العرب، عبد المنعم إبراهيم. اتولد عبد المنعم إبراهيم في محافظة بني سويف يوم 24 أكتوبر، لكن بترجع أصوله لقرية ميت بدر حلاوة في محافظة الغربية. حصل عبد المنعم إبراهيم على دبلوم المدارس الصناعية ودخل المعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد التخرج انضم لفرقة المسرح الحديث مع أستاذه زكي طليمات، وشارك في العديد من المسرحيات، وبعدها انضم لفرقة إسماعيل ياسين. صباح الخير. يسعد صباحك يا معروف. هو ما حدش جه؟ عم علي جه ودخل. لكنه تميز جدا في أدواره السينمائية، وكلنا فاكرين دوره في إشاعة حب. كده برضه سونا يا خاين، ما تسألش فيا، أحبك. وفيلم سكر هانم. دخل تنعل كده ليه؟ ايه الحرمة الملختانة دي؟ عدم المؤاخذة. في الزقوم تقعد ازاي قدام واحدة ست محترمة وهي واقفة يا عديم الاتيكيت؟ الفنان عبد المنعم إبراهيم قدر يمثل الكوميدي والدرامي، وكان موهوب في الإلقاء، وده بسبب إتقانه للغة العربية. وله أعمال كتير في الإذاعة زي مسلسل موهوب وسلامة. أنا الأستاذ موهوب، مخي زي الألماظ. ألماظ إيه وإزاز إيه؟ الله، مين؟ سلامة؟ سلامة. هو أنت؟ ومن المواقف الصعبة في حياة الفنان عبد المنعم إبراهيم وفاة زوجته، وده أثر عليه بشكل كبير، لكنه استمر في تقديم أعماله الفنية اللي بتسعد الملايين. كانت بعيدة عن الوسط، بعيدة عن الوسط، بعيدة عن الوسط. وأصغر طفل كان عنده سنة يوم ما ماتت، كان عنده سنة، وأنا في لازم أقدم عمليات تضحك الناس. يا إلهي. أنت الفنان الذي تسعد الناس وأنت تعيش في أصعب أزماتك النفسية. وعشت في أصعب أزمات النفسية معاها، وأنا أعلم الناس تموت بفترة. الدكتور المعالج قال لي أنت راجل وتقدر تتحمل. أنا بقى وشي أيوة، عايز تقول إيه؟ قال لي دي هتعيش 6 أشهر. توفي الفنان سنة 1987 عن عمر 62 سنة. اسمعي يا بغلة يا كلبة. في الزقوم كمن شنقيط. وهل أتكلم باللوينجي؟ ده كان ملخص لحياة فنان عظيم عبد المنعم إبراهيم. استنوني في حلقة جديدة وشخصية جديدة مؤثرة. كنت معاكم أنا مروة صالح.